مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة. وبود وحسينا الغالية علينا. مصر دايما في عيد الحقيقة لما بنسمع عن بلدنا أخبار جميلة، لما بنسمع عن مشروعات عملاقة تخدم مصر وتخدم جميع مناطق مصر، بتكون مصر في عيد. لما بنسمع عن أرضنا العظيمة أرض الفيروز، أنه بدأ فيها تنمية كبيرة وإقامة مشروعات عظيمة واستغلالها الاستغلال الأمثل، بتكون مصر في عيد. الحقيقة النهاردة هيكون موضوعنا عن سيناء وتنمية سيناء، وفي إطار اهتمام الدولة بهذه البقعة الغالية أرض الفيروز وتنميتها عن طريق القضاء أولا على الإرهاب والقضاء تماما على الإرهاب في هذه المنطقة، ثم البدء في تنميتها بشتى الطرق، تنميتها سياحيا، زراعيا، اقتصاديا، استغلال الموارد، استغلال الأراضي الزراعية. أيضا نقطة هامة جدا وهي المياه. في استطلاع الرأي الذي أقامه مركز دعم واتخاذ القرار أن 63% من مشكلات سيناء هي خاصة بالمياه، ومن هنا كان توجه الدولة نحو إنشاء عدد كبير من المشروعات الخاصة بتحلية المياه وإنشاء محطات تحلية أيضا، والاستغلال الأمثل للموارد المائية في هذه القطعة الغالية علينا. وهيكون موضوعنا النهاردة عن مشروعات المياه في سيناء ودورها في تنمية سيناء، وهيكون معنا ومشرفنا النهاردة دكتور محمد هيكل، استشاري تحلية المياه بالمشروعات القومية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك، أهلا وسهلا. سيناء هذه القطعة الغالية والدولة ودورها الحقيقة في هذه الفترة في تنمية سيناء، التنمية الشاملة والكبيرة. يمكن بدأنا بالقضاء على الإرهاب، وده كان رقم 1 في التنمية، ثم بدأت التنمية بمحاورها الأساسية والخاصة بالبنية التحتية، سواء من الطرق والكباري وربط سيناء بكل أنحاء الجمهورية داخليا وخارجيا، أيضا الربط الداخلي والخارجي، ثم المشروعات الخاصة بسيناء في كل المجالات. هنتوقف النهاردة عن مشروعات المياه وتحلية المياه. يعني حضرتك بقى تكلمنا عن هذه المشروعات الخاصة بالمياه، وخاصة أنه يمكن من أكبر مشكلات تنمية سيناء هي المياه. يمكن 63% من المشاكل هي مشكلة مياه. صحيح. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلتي أن بعد الاستطلاع الأخير على لآراء بعض المتخصصين وبعض الأهالي اللي موجودين، كانت 63% زي ما حضرتك ذكرتي من المشاكل القائمة كانت هي مشكلة المياه. ومشكلة المياه مش في سينا، مشكلة المياه في العالم كله عموما يعني. ولكن بتعتبر سينا، عشان سينا خدت مننا مجهود كبير وخدت أعز ناس عندنا وجزء كبير جدا من شبابنا في الحرب، فكان لازم يتم التنمية في الفترة الأخيرة. والتنمية دي كان الهدف منها هي تنمية مستدامة وليست تنمية قصيرة الأجل. ومن هنا كانت التنمية بتشمل أكتر من محور من المحاور. من أهم هذه المحاور كان المحور الرئيسي اللي هو توفير المياه. المياه عندنا هنا بتنشق إلى جزئين: مياه للاستخدام في إعادة الاستخدام مرة أخرى للزراعات، وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية طالما توفرت هذه المياه. وفي هذا المجال أقدر أقول لحضرتك إن احنا عملنا أكبر مشروعين في العالم: مشروع المحسمة 1,000,000 متر مكعب، تلاه المشروع الثاني اللي هو بحر البار، وده ب 5.6 مليون متر مكعب يوميا. فبقى عندنا كمية من المياه تكفي لزراعة 450 ألف فدان زائد ال 100 ألف فدان الموجودين في منطقة المحسمة. يعني عندنا حوالي 560 ألف فدان يكونوا جاهزين للزراعة. ده نتيجة توفر المياه ونتيجة المجهودات اللي قامت بها الحكومة في الفترة الأخيرة لتنمية هذا الجزء من الوطن الغالي علينا. بيترتب على هذا الوضع حاجات كتير جدا. أولها أن هو خلاص العالم كله بقى عارف أن حرب الإرهاب ليس حرب باستخدام السلاح، ولكن طبعا الحرب الأمثل هو تنمية المكان والاستطالة في المكان. لما هيتعمل المحطات دي أو لما اتعملت المحطات دي زودت لنا الرقعة الزراعية، اتنشأ عليها مجتمعات عمرانية كبيرة واستيطان للأهالي، فده بيعمل تنمية للمنطقة بتتليها بقى تنمية اقتصادية وتنمية اجتماعية وخلافه يعني.
المحور الثاني هو المياه الخاصه بالاستخدام الاهالي، لو بنسميه الاستخدام المنزلي، سواء ميه الشرب او ميه الصرف الصحي. تحليه بقى، تحليه المياه. بالظبط. سينا كانت بتفتقر لفتره طويله جدا للمياه، سواء من التحليه لمياه الشرب عموما، يعني سواء من التحليه او من المصادر الطبيعيه اللي هي المصادر الجوفيه. وبالتالي اقيمت مشروعات الهيئه القوميه لمياه الشرب والشركه القابضه يعني عملت. كانت المياه ما بتصلش لجميع المناطق الى وقت أكيد قريب يعني. اكيد في فتره طويله جدا من الزمن لا كان في حرمان او نقص في كميات المياه اللي موجوده فيها، فبالتالي دي كانت بتعمل ازمات يعني. يعني اصبح دلوقتي حوالي 98% بالزبط. من المناطق كلها بالزبط. بتوصل لها المياه الصالحه للشرب. بالظبط. احنا كان مثلا لغايه 2014 كان كميه الميه اللي واصله او بتغطي حوالي 75%، النهارده وصلنا ل 98%، وده بيعتبر انجاز في الفتره الصغيره دي في مياه الشرب. الصرف الصحي ما زال عندنا مشكله الى حد ما، بس الى حد ما يعني هي مشكله مش قائمه بس في سينا، يعني قائمه دايما في مناطق كتير جدا. الصرف الصحي بالذات بيبقى محتاج نوع خاص من المحطات. فبالتالي احنا كانت التغطيه بتاعت محطات الصرف الصحي للمنطقه كانت حوالي 14%، النهارده وصلنا ل 26%، فبرضه الى حد ما يعتبر انجاز، وان شاء الله في خطه طموحه ان احنا نغطي اكبر قدر كمان، نوصل لمعدلات اعلى من كده. يعني احنا عملنا كام دلوقتي يعني مشروع خاص بتحليه المياه، وكم مشروع جديد خاص بانشاء بقى محطات مياه؟ قد ايه تقريبا؟ هو محطات التحليه عموما اللي اقيمت في منطقه سينا عموما كلها حوالي 24 مشروع حتى وقتنا هذا. أيوة. من ضمنها محطات كبيره زي محطه العريش 150 الف متر مكعب. فاحنا واصلين لمعدلات عاليه جدا، حوالي 24 مشروع. في الصرف الصحي حوالي 25 محطه، لان بيقابل ميه الشرب بيقابلها دايما ان احنا نعمل صرف صحي عشان يغطي الكميه اللي هي بتستهلك في ميه الشرب. فبالتالي احنا واصلين دلوقتي لمعدلات الى حد ما عاليه. ميه الشرب خلاص يمكن غطينا 98%، وده انجاز زي ما بقول لحضرتك. ميه الصرف الصحي مغطين حوالي 24% حاليا دلوقتي، وفي خطه طموحه ان احنا نغطي اكبر قدر من المنطقه ان شاء الله. طيب الميه الخاصه بقى بالزراعه لتغطيه مناطق كبيره من الزراعه وتحويل ميه الصرف الصحي لمياه قابله للزراعه والاستصلاح الاراضي، برضو دي نقطه مهمه قوي، كلمني عنها. صحيح. احنا المياه اللي كانت بتمر في منطقه سينا عموما يعني كانت كمياتها صغيره جدا، وعندنا كميه من الاراضي كبيره عاوزين نستصلحها، فاحنا محتاجين لكميه الميه. بالظبط. قابله ومن اجود الاراضي على فكره يعني. طبعا. فكان في الحل بالنسبه لنا الامثل ان احنا نعيد معالجه مياه الصرف الصحي اللي موجوده حاليا، بالاضافه لمعالجه الصرف الزراعي كمان، لان في كميات كمان جايه من الصرف الزراعي في المصارف الزراعيه، بس ده في غرب القناه. فاتعملت المحطات زي ما بقول لحضرتك اللي هي محطه المحسمه وبحر البار بطاقه انتاجيه 650 كلهم التوتال، يعني 650 مليون متر مكعب يوميا، عشان نزرع ال 465 الف فدان زائد ال 100 اللي موجودين في منطقه المحسمه، يبقى عندنا 560 الف فدان. بنحول فيها ميه الصرف الزراعي اللي هو كان عامل لنا تلوث في المنطقه، وكانت له اضرار واثار جانبيه سواء على المجتمع او على البحار، لانها كانت بتهدر عندنا الثروه السمكيه وبتعمل تلوث كبير. احنا عالجنا هذه المياه ليعاد استخدامها مره اخرى في الزراعه، بس معالجه في النهايه لإنتاج مياه تصلح لإعادة الاستخدام في الزراعة ومطابقة للمواصفات العالمية والمواصفات المحلية لإعادة الاستخدام. وده أنا بعتبر أن مصر هي الرائدة في هذا المجال، لأن عملت أكبر محطات واستغلت أكبر مساحات للزراعة في هذا المجال. وأنت عارف حضرتك لما تتزرع المناطق دي 560 ألف فدان، في النهاردة ال 560 ألف فدان دول قد ايه هيعودوا علينا بمنافع كبيره جدا. زراعي وفير. اكيد طبعا. يعني هيسد الفجوه في الغذاء. بالاضافه لحاجه يمكن عاوز بس اوضحها للساده المشاهدين، من اجود الاراضي اللي تطلع اجود المنتجات الزراعيه طبعًا. اللي احنا محتاجينها سواء استخدامنا او للتصدير. طبعا صحيح. لا في نقطه كمان مهمه جدا، ان يمكن في المؤتمر الاخير في شرم الشيخ اللي كان خاص بالتغيرات المناخيه، احنا عندنا لما نزرع ال 600 الف فدان ده، لما بنزرع ال 600 الف فدان، الشجر المزروع ده بيمتص ثاني اكسيد الكربون اللي هو عامل لنا الاحتباس الحراري في المنطقه وعامل تغير كبير جدا في المنطقه. لما بيمتصه بيطلع لنا البديل بتاعه من ثاني اكسيد الكربون ده الاكسجين. الاكسجين اللي هينتج من المناطق دي بعد الزراعه هيكفي لتغذيه عشان الانسان يتنفس منها لحوالي 80 مليون
فالنهارده احنا بنحسن البيئه بالزراعات دي بسبب ان احنا وفرنا كميه الميه. فكان في احتياج شديد جدا ان احنا نوفر كميات الميه دي للزراعه عشان تعود على الشعب المصري بفوائد كتير جدا ان شاء الله. ارض الخير، ارض الفيروز هي فعلا ارض الخير. ولما بنقول تنميه سيناء هي مش رفاهيه، يعني مهما تكلفت من مبالغ كبيره وانفق عليها مبالغ كبيره، لكنها اصبحت امن قومي واصبحت ضروره مهمه جدا لاستغلال هذه الارض العظيمه، وايضا يعني هتكون لها فايده اقتصاديه كبيره جدا على مصر كلها. احنا محتاجينها استغلالها كمان سياحيا، محتاجين بشكل كبير استغلال اراضيها الزراعيه، وطبعا المياه جزء هام من هذا الامر اذا تم استصلاح الاراضي الزراعيه عن طريق المياه وتحليه المياه وشبكات المياه اللي حضرتك ذكرتها لنا. ويمكن السيد رئيس الجمهوريه دايما كان يقول انه اذا ما كناش بدأنا استغلال سيناء والانفاق عليها مهما كان حجم الانفاق كبير في الفترات اللي بدأ فيها، لو تأخرنا أكتر من كده سنة وأخرى هيكون التكلفة مضاعفة والوقت مضاعف. فإذا ده كان الوقت المناسب جدا للإنفاق على هذه الأرض وهذا الخير اللي هنجنيه من وراها. حقيقة فعلا اختيار الوقت كان عامل مهم جدا. أيوه. احنا النهارده بنمر بظروف اقتصادية العالم كله يعلمها، وفي نفس الوقت كان لازم يحصل التنمية في هذه المنطقة. زي ما قلنا ان احنا التنمية كانت اساسية في هذه المنطقة عشان يبقى النواة اللي نزرع بيها حرب للارهاب او منع للارهاب. أيوة. في نفس الوقت استغلال الاراضي الخصبة الصالحة للزراعة لزيادة الرقعة الزراعية واللي بينبثق منها على طول زيادة في الانتاج فتسد لنا العجز الاقتصادي. النهارده البداية بتاعتنا كانت تقريبا بعد تولي سيادة الرئيس بدأت الأفكار تتوالى على المنطقة والتطوير يحدث للمنطقة. التطوير ما كانش بس على المحور الزراعي فقط لا غير أو محور استغلال المياه. هو بدأ بالمحاور الهامة للتنمية اللي هي شرايين التنمية اللي هي المجموعة البنية التحتية، الطرق، الكباري، المواني. دي حقيقة. النهارده احنا عندنا في منطقة سيناء بالإضافة طبعا للرقعة الزراعية اللي زادت، النهارده بقى في تطوير كمان للمطارات الموجودة في سيناء. النهارده مطار أبو رديس النهارده إن شاء الله يعني في حالة الاستكمال بتاعه. النهارده في مطارات أخرى، مطار شرم الشيخ حصل عليه تطور كبير جدا جدا عشان تستقبل طبعا الوفود السياحية وما يحصلش أزمات بالنسبة لنا. النهارده الفرع الآخر من قناة السويس. أيوه. النهارده شوف العائد بتاعه. أنا في سنة 2015 أعلن أن العائد بتاع بس القناة الجديدة كان تقريبا 5 مليون. النهاردة في 22 كان آخر تقرير هو 8 مليون، فزاد مليار. 8 مليار عفوا 8 مليار جنيه مصري. فالنهاردة في دخل بيعود من المشروعات دي. مشروعات الطرق، احنا شفنا مشروعات الطرق، احنا في تقريبا في 2014 كان عندنا حوالي 7600 كيلو فقط لا غير داخل سيناء. النهاردة احنا واصلين ل 3100 كيلو متر مرصوفه وجاهز، مش جاهز، مستغل حاليا دلوقتي. فالنهارده في زياده كبيره جدا في التنميه في منطقه سيناء. الاسكان ومشروعات الاسكان طبعا الكبيره حتى يكون اسكان ادمي يعني ويشعر سكان هذه المنطقه يعني ان هم الاهتمام بيهم زي الاهتمام باي جزء اخر او الاهتمام باي جمهور اخر من وسكان مصر باكملها. احنا معانا تقرير عن المشروعات القومية في سيناء وأهميتها للتنمية، هنشوفه مع حضرتك ونرجع نكمل كلامنا عن المشروعات الخاصة بسيناء وتنميتها وأهميتها. اتفضلوا. لما كنا بنتكلم على سيناء وتصدينا للارهاب اللي موجود، مش مانعنا ومش هيمنعنا ان احنا نعمل تنميه حقيقيه في سيناء. قد يكون جهدنا فيها زياده شويه عن بقيه المناطق، ولكن عشان اهميتها الاستراتيجيه. انا بس حبينا ان احنا نبقى منتبهين قوي لده، ويبقى الكلام ده حاضر عندنا كلنا كمصريين، ان احنا بلدنا وبنخلي بالنا منها وهنحافظ عليها ومحدش هيقدر ياخدها مننا. سيناء بوابة مصر الشرقية، ودر التاجها عادت لينا بتضحيات الرجال، وعشان نكتب فيها تاريخ جديد
للاستفادة من ثرواتها وإعادة بناء مجدها من خلال رؤية سياسية عازمة على إقامة مشروعات تنموية في كافة المجالات لتحفر سطور مضيئة وواعدة لمستقبل سيناء ليعم الخير على كل مصر. اللي مصر بتعمله لأهلها في سيناء ده غير مسبوق بتكلفة فوق الخيال. حيث اشتملت مشروعات تنمية سيناء على تنفيذ أكثر من 438 مشروع قومي لخدمة كافة مجالات التنمية الشاملة بشبه جزيرة سيناء وفتح آفاق جديدة نحو توفير فرص العمل واللي بلغت تكلفتها 700 مليار جنيه. وكانت الخطوة الأولى مشروع قناة السويس الجديدة واللي ساهم فيها المصريين ووقفوا جنب قيادتهم السياسية وحققوا الحلم. الخطوة الأولى جت بعدها خطوات كتير ولسه الحلم كبير. سيناء محتاجة مشروعات عملاقة تحقق ليها نقلة اقتصادية حقيقية توصل بأحلامها للعالمية. فعلا ما تم عمله وإنجازه على أرض سيناء هو غير مسبوق الحقيقة، لأنه عدد كبير من المشروعات في مختلف الاتجاهات ومختلف المجالات وفي وقت وجيز جدا وبتكلفة عالية جدا في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية وفي ظل يعني المشكلات الاقتصادية التي نشهدها يا دكتور محمد. و700 مليار جنيه حجم ما تم إنفاقه لتنمية سيناء، فرقم ضخم جدا. ولكن يمكن الكثير بيقولوا ما كناش محتاجين هذا الرقم أو توجه نحو سيناء بالرقم الكبير ده دلوقتي، لا بحاجة له الآن، وكان ممكن يتوجه لأماكن أخرى أو مشروعات أخرى. ولكن الحقيقة من المهم جدا مهما كان الرقم ومهما كان الكم اللي أقيم على أرض سيناء له أهمية قصوى في هذه الفترة، مش بس على منطقة سيناء ولكن على مصر بشكل كبير، على الشعب المصري كله، مش بس على شعب سيناء فقط يعني. فرأي حضرتك ايه في الموضوع ده وفي المبلغ اللي احنا قلناه ده؟ صحيح. هو حضرتك 700 مليار دول اللي انفقوا حاليا دلوقتي على المشروعات القوميه اللي انشئت في سيناء، ودي مش مشروعات بس الزراعه او الميه بس، احنا عندنا مطارات وعندنا انفاق وعندنا طرق وعندنا انفاق وعندنا طرق وعندنا مجتمعات عمرانيه جديده. 440 مليار فقط للمشروعات التنميه البنيه التحتيه اللي هي الكباري والطرق صحيح. والانفاق. صحيح. دي كانت مهمه جدا لسببين. السبب الاولاني لو كنا أهملنا هذه المنطقة وما صرفناش عليها النهاردة كنا هنصرف المليارات دي مضاعفة فيما بعد. أيوة. وهنضطر لها بدون تخطيط، لأن هنجري على طول عشان إن احنا نواكب العصر في استغلال المكان ده. ولكن هو التوقيت نفسه كان توقيت جيد بحيث إن احنا نقدر إن احنا نستغل الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، وفي نفس الوقت العائد الاقتصادي بتاعها يكون سريع فنحس بهذا العائد. أحيانا بيقال إن مفيش عائد اقتصادي، احنا شايفينه. النهارده المشروعات دي بتقام. اي حد بيعمل اي مشروع ما بتشوفش العائد بكره، اكيد على بال ما تمر دوره راس المال وتعود تاني فبتاخد وقت. لكن لو ما كانتش المشروعات دي اتعملت اكيد كنا هنتكلف اكتر من كده وما كناش هنحس. يعني هقول لحضرتك ما كناش هنحس بالعائد في نفس الدايره، يعني كانت هتفضل برضه تستمر سيناء في حاله عزله، ما كانش هيبقى فيها ربط داخلي وخارجي لسيناء، ما كانش هيبقى فيه عوائد هتحصل من الارض الزراعيه المليئه بالخيرات والارض المليئه بالخيرات، المعادن الهائله الموجوده واستغلالها، الصناعات وغير ذلك. هو ما كانش هيبقى فيه بكره. ايوه صحيح. ما كانش هيبقى فيه بكره، لان احنا بنعمل النهارده لبكره. مظبوط. ان ما كانش الحاجات دي تم الانفاق عليها وتطويرها حاليا، انت مش هتعود عليك بدخل تاني خلاص، بل بالعكس هتصبح منطقه مهجوره. احنا شفنا لما اتهاجرت فتره من الفترات حصل فيها ايه، والارهاب كتر فيها ازاي. النهارده احنا دفعنا برضو مليارات عشان نقاوم الارهاب. كان ممكن نستغنى عن هذه الاموال الكتيره الطائله اللي صرفت دي لو احنا عملنا لها تنميه قبل من كده. فعشان كده بقول التوقيت كان مناسب، والتوقيت بالعكس ده التوقيت كان سريع جدا، وحجم الانجاز كل يوم بيتزايد بسرعه، والريت او المعدل بتاعه معدل عالي جدا لم يسبق له مثيل في العالم بصراحه يعني. مظبوط. عشان نحافظ على كينونه
المكان ويتم الربط بين هذه المنطقه والعالم كله. وده اللي حاصل دلوقتي عن طريق الانفاق اللي تمت وخلافه من المشروعات. لو رجعنا لمحطات التحلية ومحطات المياه الشرب، يعني سيناء بتضم أكبر عدد من محطات التحلية اللي موجود في مصر يعني. فبرضو حد يسأل يقول ليه سيناء بالأخص اللي اختصتها الدولة بأن هي تضم هذا الكم الكبير جدا من محطات التحلية؟ هو الموقع الجغرافي لسيناء بيحتم علينا للأسف، لأن ما عندناش فرع للنيل بيمتد الى هناك، الا ان الفرع اللي موجود اللي هي ترعه الشيخ جابر اللي بتوصل جزء من ميه النيل لا تكفي ان احنا نوصلها الى جميع المناطق او تغذي جميع المناطق بميه الشرب. أيوة. وحفاظا على كميه المياه اللي بتجيلنا من نهر النيل، وبالاضافه للمياه الاستراتيجيه اللي هي المخزون الاستراتيجي للمياه الجوفي، فبالتالي لجأنا الى التحليه. لما حصل تنميه كمان في المنطقه من عمران ومناطق اكبر بقت سياحيه ومن اكبر المناطق السياحيه في العالم، عندنا شرم الشيخ والمناطق اللي في جنوب سيناء وفي شمال سيناء بقى الاقبال على كميات الميه او يعني الاحتياج الشديد لكميات الميه بقى عالي جدا. ومن هنا سعت الدوله لانشاء العديد من المحطات. احنا عندنا نوعين من المحطات التحليه الموجوده. أيوة. محطات بتقيمها الدولة ودي الأكثرية وبطاقة إنتاجية عالية. عندنا محطة العريش مثلا كمثال 150 ألف متر مكعب، عندنا راس غارب 20 ألف متر مكعب، عندنا المنطقة اللي هي قبل الطور عندنا 20 ألف متر مكعب، وهكذا عندنا العديد من المحطات بالإضافة إلى المحطات الأهلية اللي موجودة اللي بتقام على الفنادق اللي موجودة. فبيبلغ حجم الإنتاج عندنا بيوصل لحوالي 1,000,000 متر مكعب تقريبا. طب هل تم تحديد زراعات معينة تتناسب مع ملوحة المياه الموجودة في سيناء؟ والله السؤال ده رائع لسببين. لأن في بعض المراكز المتخصصة يمكن ما حدش نوع عليها قبل من كده، ولكن هي بتواكب معانا العصر بتوجيهات سيادة الرئيس ان كان في دايما مواكبة للمجال المية. النهارده لما احنا انتجنا كميات المية بالطبيعي ان المية دي بتصلح للاستعمال في الزراعة، ولكن هناك بعض النباتات اللي بتتطلب معالجة خاصة للمياه وملوحة خاصة للمياه. لأن من المعروف يمكن الجماعة الزراعيين أكتر مننا خبرة. زي إيه الزراعات اللي تتطلب المعالجة دي؟ بالظبط. يعني مثلا عندنا النباتات العطرية دي بتتطلب معالجة خاصة بحيث أن ملوحة المية تكون قليلة جدا. بعض النباتات اللي بتتأثر بزيادة الأملاح وتؤثر على الجذور بتاعتها زي بعض الفواكه دي بتتأثر زي المانجا بتتأثر بعضها بالمعالجة بكميات الاملاح اللي موجوده فيها، فبالتالي بتتطلب معالجه خاصه لهذه المياه. النهارده المركز القومي للبحوث الزراعيه يمكن انتج بعض الشتلات من القمح بتشتغل او بيقدر ان احنا نزرعها على الملوحه العاليه، وده كان بصراحه كان انجاز كبير جدا. ومن حسن الحظ كمان ان هو لما بينتج لنا نفس الكميه اللي هي بتنتج او يعني نفس الانتاج من الفدان من الميه النيل لما يتغذى على ميه النيل، فده كان يعتبر انجاز. يعني مشهوره سيناء ببعض المنتجات زي الزيتون، وطبعا كل مشتقاته بقى زيت الزيتون وما الى ذلك، وكل انواع الزيتون، انواع معينه من الفاكهه يكفي انه ذكر في القران والتين والزيتون وطور السنين طبعا. وهذا البلد الامين، يعني يكفينا فخرا واعتزازا بهذا البلد وهذه القطعه الغاليه اللي ذكرت في القران الكريم، واللي تجلى الله سبحانه وتعالى على ارضها، واللي هي مهد الاديان، رحله العائله المقدسه، يعني بقعه طاهره بكل معاني الكلمه الحقيقه. فالاهتمام بها والاهتمام بالزراعة والاهتمام بتحلية المياه للإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية أمر في غاية الأهمية، وإحنا محتاجينه جدا في هذه الفترة كتنمية اقتصادية أيضا تعود بالفايدة على مصر وعلى شعب مصر بأكمله. يعني يمكن الدولة المصرية بتنفذ خطة قوية للتنمية في سيناء، ومن المقرر أنه يتم تجهيز 600 ألف فدان للزراعة في سيناء في نهاية العام الجاري. فحضرتك شايف أنه يمكن أن احنا يعني الخطة دي يعني تستكمل بهذا الشكل، لأن 600 ألف فدان برضو مش رقم قليل، يعني شايف ان احنا ماشيين في الاطار ده بشكل جيد، ولا محتاجين ان احنا يبقى في اشياء اخرى يعني ننجز بها؟ هو حضرتك لما اقيمت المحطتين اللي هي محطه المحسمه وبحر البار،
فبالتالي احنا بنقدر كميه الميه اللي احنا ناخدها حاليا من المحطتين هي 650 مليون متر مكعب يوميا. فدول كافيين لزراعه اكتر من 600 الف فدان. فبالتالي المساحات دي اللي بيتم العمل فيها حاليا دلوقتي هو تم الحمد لله يعني بمجهود اهل سيناء ومجهود القوات المسلحه، ان هم حاليا دلوقتي وصلنا الى حوالي اكتر من 300 الف فدان. دول مستصلحين حاليا وبيتم زراعتهم، جاري العمل في الباقي، واعتقد ان هو هيكون على نهايه العام جاهزين للزراعه. فان شاء الله باذن الله على نهايه السنه نوصل ل 600 الف فدان، فده اعتقد الانتاج بتاعه يكون كافي ان شاء الله للشعب المصري ونسد العجز الغذائي ان شاء الله. ان شاء الله. شايف حضرتك سيناء محتاجه ايه بالرغم من كل هذه الادوات وكل مشروعات التنميه وجهود الدوله من اجل تنميتها في كل مجالاتها؟ ايه اللي محتاجينه على وجه السرعه، محتاجين الانجاز فيه يكون اسرع في هذه الفتره؟ هو انا شايف ان الاستيطان اهم شيء دلوقتي في منطقه سيناء. سيناء بتمثل لنا تقريبا ثلث جمهوريه مصر العربيه، ودي منطقه غاليه، واعتقد ان هي منطقه اطماع. فبالتالي احنا لو عملنا استثمارات اكتر وعملنا استيطان للاهالي باعداد كبيره، اعتقد خلاص يبقى اتحلت كل مشاكلنا. الاستيطان ده هيكون مصحوب بزراعات، بمصانع، بكل اوجه الحياه. فبالتالي نقدر ان احنا نتغلب على كل المشاكل بتاعتنا. فالاستيطان عامل مهم جدا، التنميه في المكان ده عامل مهم جدا. جذب الاستثمارات كمان، لانه هي المنطقه دي منطقه واعده فمحتاجه استثمارات بقيمه عاليه الحقيقه جدا. احنا ما استغلناهاش، احنا لغايه دلوقتي ما استغلناهاش الاستغلال الكامل. احنا مستغلنا الاستغلال الامثل، ولكن لم نوصل الى حاله الكمال ان احنا استغلناها كامله. ولكن ده معروف ان احنا لازم ناخد على خطوات. استغلالها سياحيا، يعني المفروض ان تكون سيناء هي قبله العالم كله في السياحه، لانه بها من الاثار وبها من التاريخ وبها من الحضاره وبها من القيمه الكبيره اللي تستحق انها تكون قبله العالم. الى الان لسه يعني الحقيقه السياحه فيها ضعيفه الى حد كبير جدا. دي حقيقه دي حقيقه ان شاء الله. يعني فنتمنى ان شاء الله باذن الله يعني بجهود الحكومه مشكوره، بالاضافه الى برضه التكامل ما بين الشعب نفسه وما بين الحكومه، ان شاء الله نوصل لمعدلات اعلى من كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل الخير بنتمناه لبلدنا العظيمه ولهذا الجزء الغالي اللي الحقيقه يعني استردناه بشكل كبير جدا من يعني مش بسهولة، استردناه بدماء أولادنا، دماء شهدائنا. هذه القطعة ارتوت بدماء يعني شهداء غاليين جدا، يعني دفعوا بكل ما يملكوا من أرواحهم وحياتهم من أجل استرداد هذه القطعة الغالية، فتستحق الحقيقة الاهتمام الكبير واستغلالها الاستغلال الأمثل. أنا بشكر حضرتك جدا. شكرا. دكتور محمد هيكل، استشاري تحلية المياه بالمشروعات القومية. شكرا لحضرتك، شكرا لحضراتكم. الأسبوع القادم إن شاء الله حلقة جديدة وبوضوح. إلى اللقاء. حلم وطني هيتحقق بسواعد أبناء مصر المخلصين، بإرادة شعبها وتضحيات جيشها وعزمه عن قهر المستحيل. هذا الوطن يحتاج منا العمل وبذل الجهد ومواصلة الليل بالنهار للعبور به آمنا. إننا في لحظة فارقة من تاريخ الأمة، لحظة عبور الجسر ما بين التحديات والإنجازات. احنا ولاد البلد.